الجماعة اللي بيعملوا رجيم دول يا اخي بيصعبوا على الواحد، بيبقوا عاملين زي اليتامى يا اخي، يقعدوا يلطموا من اول يوم يعملوا في رجيم، بيقعدوا يحسبوها يا اخي. يعني يقوم الصبح يقولك اكل تفاحة، في العصر ياكل له موزة، يجي في اخر الليل كي يقولك قبل ما انام اكل لي ايه، علبة زبادي. يا اخويا حد مداينك على اللي بتعمله في نفسك دوت؟ طيب ودايما على لسانهم يقول لك ايه، احنا هنبدأ الاسبوع الجاي. طب انا نفسي يا اخي اشوف الاسبوع الجاي ده جاي امتى؟ ده احنا داخلين ولا 3 4 سنين يا اخي، مش شايف الاسبوع الجاي ده جاي امتى. انا ده هو يوم واحد بس في الاسبوع وبياخدوا السنة كلها فري يا اخويا. المصيبة الكبيرة يا ريت بعد ده كله يخسوا، لا يروح يوزن نفسه مخر الشهر يلاقي نفسهم زادوا 2 كيلو و3 كيلو. اللي مظلوم في الموضوع ده كله جوزها، يرجع من الشغل يا عيني ياكل الاكل الدايت اللي هي عاملاه دوت، تعمل ايه رجيم وهو يخس. انا مش عارف المعادله دي جايه ازاي، بس سبحان الله اي واحده يا اخويا بتعمل رجيم تلاقي جوزها خاسس. ايه المعادله مش فاهمها. هتقعد توكلوا في موز اليوم كله، تحس يا اخويا ان احنا قاعدين في جنينه ام القرود. لا وتقول لك انا عامله قال دايت الكيتو. لا يا اختي انت كتيهم انت وكلي، ده الكيتو ده يا اختي بتاع الناموس، ماله هو ومال الرجيم؟ مش عارف انا يا اخي الناس دي بتفكر ازاي. طب ده احنا هنعيش كم مرة واحدة اللي هنعيشها يا اخي. هتحرم نفسي انت من الشوكولاتة ومن المكرونة البشاميل ومن المحاشي ومن البط ومن الوز ومن الفراخ، عشان ايه ده كله؟ عشان الناس تقول لك انت خسيتي وبقيتي حلوة؟ بلا وجع قلبي يا اختي.